في يوم من الأيام كان في شاب قاعد مع أصحابه بعد يوم دراسي طويل في جامعة ستانفورد بيلعبوا البوكر، وكان بيراقب صحابه وهم بياخدوا القرارات، وفي كل جولة مع أصدقائه بيركز وبيفهم من سلوكهم إزاي الناس بتتصرف وبتاخد قرارات بمعلومات مش كافية. اللعبة ما كانش بيستنى منها مكسب، لكنها خلته يتعلم مع أصحابه أكتر بكتير من اللي اتعلمه في المحاضرات، زي إنه إزاي ياخد قرارات تحت ضغط ويخاطر ويقرأ الناس ويفهم طرق تفكيرهم. وهو نفسه قال إن التجربة دي ساعدته جدا في حياته كرائد أعمال، والنهارده فعلا بقى اسم ليه وزنه في مجال التكنولوجيا. الشاب ده هو سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة اوبن اي اي. تعالوا نشوف رحلة ألتمان وازاي وصل لقمة عالم الذكاء الاصطناعي. سنة 2003 سام ألتمان كان بيدرس في جامعة ستانفورد علوم الكمبيوتر، وده كان طبيعي يبقى مسار واحد. كان وهو عنده 8 سنين هدية والده ليه كان جهاز كمبيوتر، واللي أبهر كل اللي حواليه بالتعامل معاه رغم إنه ما كانش منتشر وقتها. بس رغم دراسته لعلوم الكمبيوتر إلا إن دماغه كانت مركزة في إزاي يدخل السوق ويحقق كل اللي بيتخيله. بعد سنتين بس من دراسته ساب الجامعة من غير ما ياخد منها شهادة. لكن سنة 2005 قبل ما يسيب الجامعة كان في مؤتمر لرواد الأعمال. المؤتمر كان ممكن يكون عادي يستفيد منه شوية معلومات ويسمع تجارب ويروح، لكن الحماس أخده وقتها وقرر يقف على المسرح ويشرح فكرته بأن أجهزة الموبايل فيها خاصية تحديد المكان، والخاصية دي ممكن تكون عادية بالنسبة للناس، لكن بالنسبة له كانت الخاصية دي مفتاح لمشروع مهم وجديد. الفكرة كانت بسيطة لكنها جديدة وقتها، وكانت بتدور حوالين استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لربط الأفراد بمحتوى وأشخاص بيشبهوا بعض في اهتماماتهم بحيث يتحسن التواصل الاجتماعي من خلال الإنترنت، وسموا التطبيق لوبيت. ألتمان كان مؤمن بحاجة واحدة، إن مفيش حد بينجح لوحده، وإن النجاح محتاج فريق جامد ومستعد يخاطر معاه. عشان كده طلب من أصحابه يدعموه، وده اللي بقى معروف عن ألتمان: المخاطرة، وإنك تطلب اللي أنت عايزه من غير ما تكون خايف حتى لو اتقابل بالرفض. المهم إن 2 من صحابه وافقوا يمشوا معاه، والفكرة وقتها كانت محتاجة تمويل. راح ألتمان واخد أصحابه وراحوا وادي السيليكون، اللي هو عبارة عن منطقة في كاليفورنيا بتضم مجموعة من شركات التكنولوجيا وشركات الأعمال الرائدة. ووقتها راحوا على شركة واي كومبينيتور، ولما دخل على مؤسسها بيل جرام أعجب جدا بدماغ ألتمان، لكن خياله فضل مغلبه، وعدد من المديرين التنفيذيين في الشركة اشتكوا منه وقالوا إن اللي بيشوفه في خياله هو حقيقة عنده هو بس، وكل ما يطلع في دماغه حاجة عايز يعملها، وده مخلي دماغه مش معانا وعمال يشتغل في مشاريع تانية جنب شغل لوبيت. لكن جرام كان مؤمن بيه جدا، وقال للمديرين في الشركة إن ألتمان رجل بيفهم وهيبقى شريك في الشركة كمان، والكلام ده كان سنة 2011. لكن سنة 2012 لوبيت ما حققتش المكاسب اللي كانوا متوقعينها، والشركة راحت بيعاه ب 43 مليون دولار. وبعدها بسنتين يعني سنة 2014 قام بول جرام الشريك المؤسس بتعيين ألتمان رئيس لواي كومبينيتور، وبكده حل محله. وبعدها أعلن عن مختبر أبحاث غير ربحي سماه واي كومبينيتور ريسيرش. ألتمان اللي عقله بيجري 1000 خطوة لقدام دايما كان بيعبر عن خوفه من إن الذكاء الاصطناعي بيهدد العالم، عشان كده قرر لاعب البوكر يستثمر اللي استفاده من اللعبة وياخد قرارات حتى لو فيها مخاطرة. ولو بتتكلم عن الأفكار المجنونة والمخاطرة فما فيش أحسن من إيلون ماسك يكون شريك لألتمان. القصة بدأت بين إيلون ماسك وألتمان شايفين إن الذكاء الاصطناعي ممكن يكون أعظم أداة اخترعتها البشرية، أو يمكن يكون أخطرها، فقالوا طب ليه ما نعملش مؤسسة غير ربحية هدفها الوحيد إنها تضمن إن الذكاء الاصطناعي يخدم البشرية كلها. وفعلا من هنا بدأت فكرة اوبن اي اي، واتأسست في 2015، وهي اللي طورت بعد كده روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي شات جي بي تي. خلينا بقى نشوف لقاء السحاب ده عمل ايه. الاتنين بعقلهم اللي ما بيبطلش تفكير وحبهم للمغامرة كانوا بادئين كويس لحد ما الخلافات بدأت تظهر بينهم، لأن إيلون ماسك حس إن الشركة مش ماشية بالسرعة أو الطريقة اللي كان متخيلها، وبدأ يقول طب ما أنا ممكن أبقى رئيس الشركة وأمشي الأمور بطريقتي. لكن ألتمان والفريق اللي معاه كانوا رافضين الفكرة دي، وفي 2018 إيلون ماسك قرر يسيب اوبن اي اي، وكان واعد ألتمان إن هو هيستمر في دعمها ماليا، لكن ده ما حصلش. عشان كده بدأ ألتمان وفريقه يدوروا على بدايل تضمن استمرارية الشركة، وده كان السبب إنها تتحول بعد كده من مشروع غير هادف للربح لمؤسسة بتجمع بين الربحية والمسؤولية الأخلاقية في شغلها، يعني ما يكونش كل همها المكسب. وفي 2019 بدأ ألتمان التركيز بشكل كامل
على اوبن اي اي وبقى المدير التنفيذي ليها وساب واي كومبينيتور. وراح وقتها لاصدقائه في مايكروسوفت وجمع اول استثمار بمليار دولار، ووصل الاستثمار ده ل 13 مليار دولار لحد ما جت نقطه التحول الكبيره في عالم الذكاء الاصطناعي. ووقتها غير التمان اسم روبوت الدردشه الخاص بالشركه من شات ويز جي بي تي 3.5 لشات جي بي تي، واطلقه في نوفمبر 2022. وبعد 5 ايام وصل عدد المستخدمين لمليون مستخدم، ووصل دلوقتي لحوالي 100 مليون مستخدم، وده قد الرقم اللي وصلت له شركه ميتا في اكتر من 4 سنين. وما زالت الشركه بتبهر العالم كل يوم بتطوير خاصيه جديده فيه. والاكيد ان التمان مهتم جدا بانه يوسع النقاش حوالين الذكاء الاصطناعي وانه يلاقي دعم كبير لافكاره. عشان كده كان ليه لقاءات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، عشان يناقشهم في طرق تنظيم الذكاء الاصطناعي. وزي ما التمان حياته غريبه، ففجاه في نوفمبر 2023 اعلن مجلس اداره شركه اوبن اي اي انها اقلته من منصب المدير التنفيذي. لكن وقتها اعترض الموظفين وقام 700 واحد بالتهديد بالاستقاله، ده غير ضغوط المستثمرين في الشركه. ومايكروسوفت كمان اللي اعلنت ضمه للشركه عشان يقود فريق البحث الجديد المتخصص في الذكاء الاصطناعي. عشان كده قرر مجلس الاداره يرجع التمان لمنصبه بعد اسبوع واحد من اقالته. في وسط كل ده ايلون ماسك يسكت بقى؟ لا طبعا. الصراع بدأ بينه وبين التمان بانه قال له ان اوبن اي اي كانت بتدعي انها غير ربحيه لكنها جريت ورا الارباح. وفي اول يوم لترامب في البيت الابيض اعلن عن مشروع جديد اسمه ستارجيت للذكاء الاصطناعي. قال ان المشروع ده هيستثمر 500 مليار دولار في بنيه تحتيه للذكاء الاصطناعي، وهيوفر اكتر من 100,000 وظيفه على الفور بالتعاون مع سوفت بانك واوراكل واوبن اي اي بتاعه التمان. طبعا وقفه التمان جنب ترامب جننت ايلون ماسك، وراح كتب على موقع اكس: ما عندهمش الفلوس، سوفت بانك عندها اقل من 10 مليار دولار، والمعلومه دي جايبها من مصدر موثوق. لكن التمان كان رده ان المشروع ده عظيم لامريكا، والعظيم للبلد مش شرط يكون دايما الافضل لشركاتك، لكن اتمنى انك تضع امريكا اولا. بس خليني اقول لك ان الخلاف ده مش عشان الفلوس، ده عشان مين اللي هيقود مستقبل الذكاء الاصطناعي. ماسك كان شايف ان التمان مبالغ في وعوده وان المشروع ده مش هيحقق اللي بيقول عليه. في المقابل التمان كان شايف ان ماسك بيحاول يقلل من انجازاته ويشكك في قدراته. التمان قدر يكون اسمه مهم وكبير في عالم التكنولوجيا وهو في ال40 من عمره، ووصلت ثروته ل 2.8 مليار دولار حسب صحيفه وول ستريت. واكيد ترامب التاجر الشاطر قبل ما يكون رئيس مش هيحط ثقته غير في واحد فاهم اللي بيعمله. والتمان بالنسبه لترامب مش مجرد خبير في الذكاء الاصطناعي، ده العقل اللي يقدر يحقق بيه رؤيته لامريكا بانها تكون رقم واحد في تكنولوجيا المستقبل وتسبق الصين. لكن هل العلاقه دي هتكمل في سلام واستقرار، وهيقدر لاعب البوكر يكسب الجوله في البيت الابيض قصاد ايلون ماسك؟ وهل هيقدر يحقق خيالاته اللي ملهاش حدود في عالم التكنولوجيا من غير ما يضر بالبشريه زي ما كان حريص في الاول؟ قول لنا رايك في التعليقات وما تنساش اللايك، وكالعاده شير الرابط.